حضرتك رافض فكرة الإنجاب اه يعني قرار لا رجعة قرار. فيه. ايه رجعت ايه بقى وخلاص؟ ايه الحاجة اللي كان نفسك بقى في طفولتك تغيرها؟ حاجه كان نفسي حاجه يعني نختار حاجة، أبرز حاجه نفسي اغيرها فيا في يعني. طفولتك حصلت أو اه أثرت عليك أو أنت شوف، شايف. لا مش عايز اغير اي حاجه خالص في طفولتي، لان انا دلوقتي هو تكوين كل الحاجات اللي عدت بيا في حياتي، مم. فصعب يعني. طيب، كان ليك تجربة زواج استمرت حوالي 3 سنين تقريبا وما كملتش. شايف حياة الفنان أو المبدع ممكن تأثر على حياته الاجتماعية؟ ده سؤال مهم للاسف. للأسف انت بص للزيات اللي موجوده مثلا في الوسط الفني، هتلاقي فكره الانفصال كتيره جدا. في طبعا افكار في زيجات استمرت، بس النسبه اقل بكتير من اللي انفصلوا. تفتكر ليه طيب؟ الفنان غصب عنه بتبقى له اولويات اخرى في الحياه. يعني دلوقتي مش هتبقى اولوياتي ان انا اجيب الفلوس، لان انا هبقى عايز اعمل حاجه انا مقتنع بيها مثلا يعني. فانا هيتعرض عليا مثلا دور فيه فلوس بس مش عاجبني، حلو، فاقوم انا قايل ليه لا معلش مش هعمله. مش هعمل الدور. لما بتبقى انت مع نفسك فانت قرارك في الاخر على دماغك. لكن لما يبقى معاك حد حتى لو كان مبدي تفاهم في الاول، مع الوقت ما بيعرفش يبدي هذا التفاهم. تمام، هي دي انا معاك. ممكن في الحته دي ممكن حياه الفنان تتعطل سواء كان اجتماعيا او غيره، ولكن مظبوط. في نقطه مهمه هنا اكيد بيجي عليك وقت بتبقى نفسك في ابن بنت. ده سؤال مهم. انا طبعا بحب الاطفال جدا ونفسي يكون ليا ابن كل حاجه، بس انا واخد قرار ان انا ما يبقاش ليا ابن ولا قرار. بنت. انا شايف ان ابنك ده هو احب مخلوق ليك في الدنيا، لكن الدنيا دي مرهقه جدا يا عمر. الدنيا زي ما كنا بنقول من شويه فيها جزء كبير غير عادل. احنا كلنا بنتمرمط على اخرنا. فانا هجيب احب مخلوق ليا في الدنيا ليها عشان يتمرمط؟ قرار. انت مش شايف ان ده نوع من انواع الانانية؟ ان انا في الاخر ليه؟ علشان انا عايز يبقى لي ابن فاجيبه يتعب كل التعب اللي احنا تعبناه ده واكتر. حضرتك رافض فكره الانجاب يعني قرار لا رجعة فيه. ايه رجعت ايه بقى وخلاص؟ يعني ليه؟ طيب، ما هو في ناس بتقولك يعني دي سنة الحياة، ده رأي بعض الناس، دي سنة الحياة، واحنا لو كل واحد فينا قرار زي ده الدنيا هنعمل ايه طيب؟ الامور دي واكيد اتقالت، يعني حضرتك اكيد في كتير قالك. اللي عايز يقول هو حر يعني، بس خلينا نفكر مع بعض. الدنيا اتقال لي مثلا يعني دي سنتنا اعمار بالظبط مثلا. صح. اعمرنا الكوكب، ما احنا خاربين الكوكب اهو، مولعين فيه في بعضه، وتلوث ومش تلوث ايه في ايه؟ فين الاعمار اللي يعني اللي اقول لك يا اخي عشان جايز ابنك يعني إيه ابن ايه اللي يعني انا ابني هيبقى صلاح الدين الجديد يا راجل، مش جايز ابني يبقى صلاح الدين يا جدع. طيب، والاحساس بالوحده اكيد هيجي وقت، او حضرتك حسيت قبل كده مثلا ان انت محتاج يعني حد؟ انت عايز تفهمني ان الناس اللي متجوزين ومخلفين ما بيحسوش بالوحده؟ مش خايف يا بيه؟ مش فكره خايف او مش خايف، ومنطقي نخاف. احنا بني ادمين ولازم نخاف. لكن الفكره ان انت تعمل الصح ولا ما تعملوش من وجهه نظرك. ايه اكتر صفه فيك شايف انه لو الجمهور دلوقتي سمعها ممكن ما يصدقش ان ده موجود عندك؟ اني رومانسي طبعا. ليه ما يصدقش يا دكتور؟ ليه ما عشان ادوار الشر طيب، ولا عشان ايه؟ اولا انا عندي طبيعه غريبه شويه، مش غريبه يعني، صوتي عريض وملامحي حاده. يعني انا لو انا ابتسمت تمام ببقى زي الفل، انما لو انا ما ابتسمتش بس فانت على طول بيديك ايحاء ان في حاجه مقلقه هتحصل من الراجل ده. فلو انا سرحت شويه وقمت انا وانا بتكلم معاك غصب عني نزلت لتحت مع بشكل لا ارادي حاجب الشمال اترفع سنه، فاللي قدامي هيتعامل على ان في ترتيبه بنت كلب جايه من الراجل ابن اللي مش عارف ايه اللي هناك ده.
فما حدش بيفكر فيها. طب ليه ما حدش بقى نظرة الرومانسية؟ لان نظرة الرومانسية دي ما بتطلعش غير لناسها. طب يعني صعب نطلعها قدام الكاميرا لو حبينا طلعت يا نعملها؟ بيه واتسجلت وخلاص، مش هنعملها أيوة تاني. خلاص، انت كده مركز معايا يا دكتور، انا مش عارف ارجع تاني للحته اللي انا عايز ارجع ليها. لا بدايه كده نقول مثلا وفيها ايه؟ امتى اخر مره قلت لنفسك وفيها ايه؟ يعني انا ممكن اعمل دي حتى لو كانت دي عكس الطبيعي او فيها نوع من انواع المخاطره مثلا. يعني انا اعتقد ان دي يمكن تكون الجمله المفتاحيه عندي في حياتي يعني. حلو قوي، احكي لنا شويه يعني تقريبا ما فيش حاجه في حياتي ما قلتش الجمله ديت فيها وخضتها للنهايه. انا شايف ان الحياه تحتمل العديد من التجارب، وان احنا مش عارف ليه بنصر على ان احنا نحبس نفسنا في تجربه واحده وفي تراك واحد وفي طريق واحد طول الوقت، وبنفقد متعه كبيره جدا بتجارب كتيره جدا كان ممكن ناخدها وبنتراجع عنها في لحظات مش المفترض نتراجع فيها. فهتلاقيني مثلا يعني ابتديت كطبيب أسنان، وبعدين سبت طب الأسنان وتحولت للتمثيل، وبعدين اتجهت للآثار وللسياحة. غير ان انا من طفولتي وانا بأمارس الشعر، برتكبه بمعنى آخر. ويعني انا اقصد ان مفيش في لقطة من حياتي غير ان انا كنت دايما بقف فيها واقوم قايل طب ما نجرب التجربه، جايز نستمتع. ومفيش مشكله ان احنا ناخد تجربه ما ونلاقي ان احنا مش متماشيه معانا فنتراجع ولا حاجه. لو جميل. ولكن في ناس كتير جدا ما بتصدق خلاص تستقر بقى في حياتها، وخاصه لو له علاقه بالشغل يعني. يمكن حضرتك عملت حاجه عكس كده تماما، وخدت قرار انك تسيب الطب اللي الناس دايما بتحلم بيه تقريبا. يعني قرار زي ده ممكن تبقى خدته ازاي؟ ما خفتش مثلا من قرار زي ده ممكن شوف انا هقول لك ايه الاشكاليات اللي بتحصل هنا. في رايي الخاص ان التراجع عن قرار زي دوت بيبقى لان انت قلقان شويه من ربنا. يعني ما عندكش ثقه شويه في ربنا في رايي الخاص. لان ربنا بيعد اصلا بالرزق، وبيعد اصلا بان هو يقف بجوار من يجتهدون. ده مش احنا اللي بنقول، اكيد. وبيعد بالعدل. هو اللي بيقول ده. وبيقول وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هو اللي بيقول، هو أنا اللي بقول. فإحنا بنعمل اللي علينا وخلاص ونسيبها على ربنا. فكرة بقى إن أنت تقعد تحسب الحساب وتقوم قايل إيه؟ لا إحنا إن شاء الله لو عملت خطة كذا ومشيت في كذا هجيب فلوس من كذا. مظبوط. دي كأنك أنت عارف الغيب. صح. أوقات كتيرة جدا بنقعد نخطط على آخرنا وكل خططنا ديت بتروح في بس هو قرار مش قرار صعب. قرار صعب. أي يعني خدته هو يعني في يوم كده انا هصحى وخلاص مفيش طب، ولا يعني الموضوع خد وقته؟ طبعا الموضوع خد وقته. في الاساس طبعا انا بلعب تمثيل وبلعب بشعر من وانا طفل صغير، لكن كنت بقى وانا طبيب اسنان وبعد كده في شركه آلات واجهزه طبيه اللي كنا بنتكسب منهم. لكن كان في خطوات ابتدت تحصل على مستوى السينما والتلفزيون في التمثيل. حلو. فلقيت ان الموضوع فعليا انا مرتاح فيه اكتر. وانا مع البدايات التانية قوي. يعني احنا ابتدينا بدايه اولانيه وماشيه تمام وكل حاجه، بس البدايه التانية ما هي ممكن تكون احسن وممكن تكون اجمل. ليه افرط فيها؟ جميل. طب هنا ليه ما فكرتش مثلا زي ناس كتير بتعمل، اخلي الطب وابقى انا هنا وهنا وماشي لحد ما اشوف مثلا بنسبه 100% انه انا اقدر ان انا، لانه دايما في نجوم كبيره بتقول الفن مش مضمون. في ناس كتير مظبوط ماشي، بس فن. انا ماشي بقى في مجالي الطبي وفجاه قررت اغير. مش مضمون برضه، ولا تجمع ما بين ده وده. مش مضمون اصلا. كلمه الفن مضمون هي برضه المجال الطبي مضمون، هي سوق العقارات مضمون. هو ما فيش اي حاجه مضمونه. وانت مطلع على الغيب. انت مش مطلع على الغيب، فانت بتعمل اللي انت حابه وخلاص. ما فيش حاجه مضمونه في الموضوع، وبتعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا.